في أماكن في العالم بتحس إنها مش موجودة علشان الناس تتبسط، لأ، دي موجودة علشان تبلعهم وتخفيهم من على وش الأرض، وكأنهم عمرهم ما كانوا هنا أبدا. النهاردة هحكي لكم عن واحدة من أكتر الحكايات رعبا اللي حصلت في فرنسا. قاعة سينما اشتغلت يوم واحد بس، واختفى فيها أكتر من 350 شخص، ومحدش عرف هم راحوا فين ولا ازاي اختفوا. في يوم من الأيام رجل أعمال غريب جدا اسمه رومان تيو قرر يبني سينما مش عادية بأحدث التقنيات، تجربة مشاهدة عمرها ما حصلت قبل كده. بس الغريب إنه بناها في نص الصحراء. قال إن الناس هتيجي من كل حتة، وفعلا أعلن عن أول عرض والتذاكر اتوزعت كلها في ساعات. الناس دخلت اتحمست جدا للسينما دي، استعدت لأول عرض سينمائي من نوعه. لكن قبل الفيلم ما يبدأ الكهرباء فصلت، ضلمة تامة، مفيش مصدر نور. المنظمين قالوا إن في عطل، وطلبوا من كل الناس تفضل قاعدة على كراسيها زي ما هي لحد لما يشوفوا العطل ده فين ويصلحوه. وهنا بدأت الأصوات، ناس بتمشي وسط القاعة، كيانات مش بشر بتهمس بكلام مش مفهوم، صريخ، دوشة، رعب ملوش تفسير. عمال قالوا إن المشرفين قفلوا أبواب القاعة، ولما النور رجع بعد نص ساعة القاعة كلها كانت فاضية، ما فيهاش ولا بني آدم، مع إن الناس كلها كانوا موجودين، 350 فرد. بس لقوا حاجة غريبة جدا على الكراسي، لقوا بقع دم، خصوصا الكراسي اللي كانوا قاعدين عليها الأطفال. رومان صاحب السينما نفسه اختفى، محدش لقاه، ومحدش سمع عنه أي حاجة تاني من ساعتها. بعد سنين كتير شوية سياح حاولوا إن هم يصوروا فيلم قصير عن السينما دي جوه السينما نفسها، دخلوا وما خرجوش. بعد كده لقوا هدومهم وموبايلاتهم، لكن هم ولا ليهم أي أثر. الحكومة الفرنسية فرضت حظر على المنطقة دي، واللي بيحاول يقرب من المنطقة دي بيحلف إنه بيسمع صريخ بيطلع من جوه القاعة بالليل. طبعا في ناس فضوليين كتير جدا عايزين يعرفوا ايه الحكاية وايه الموضوع، فكانوا بيروحوا على السينما ويحاولوا يشوفوا أي حاجة أو يسمعوا أي حاجة، بس سمعوا اللي أنا قلت لكم عليه ده. كاتب فرنسي اسمه جان جاك كتب كتاب عن الواقعة دي سماه قربان. قال إن اللي حصل في القاعة دي كان طقس سحري من الطقوس بتاعت الناس الصحراء، وإن الناس اللي جوه اتقدموا كقرابين، وإن الأطفال عمرهم ما هيرجعوا تاني. لكن بعد ما الكتاب ده اتنشر الكاتب نفسه اتقتل، والكتاب اتمنع من السوق. ده بيخلينا نسأل، هل اللي حصل ده كان صدفة ولا كان مخطط وميعاد وقرابين؟ لو في يوم من الأيام حد عرض عليك تحضر عرض سينما في مكان فاضي في الصحراء، حاول تفتكر القصة دي كويس، لأن مش كل فيلم بينتهي بتصفيق، في أفلام بتخلص بالدم.